يشرفنا أن نلتقي بمدرب المنتخب العراقي السيد حكيم شاكر. مبروك كابتن حكيم بهذا الفوز والتأهل للنهائي لمقابلة الإمارات. توقعاتك للمباراة النهائية؟ أنا جدا سعيد بوصولنا للمباراة النهائية، وبلا شك بلا شك منتخبنا يستحق اللقب، وأني راح أعمل بكل جهد من أجل أن نفوز بكأس الخليج ونرجع به لعاصمتنا الحبيبة بغداد. والآن عودة للزملاء في الاستوديو. شكرا للزميل وشكرا للكابتن حكيم اللي شكله ايضا راح يخسر للمرة الثالثة. مثل ما تعرفون المدرب حكيم خسر بمباراته ضد المنتخب الكوري بالنهائي، وبعدها بكم يوم خسر النهائي امام سوريا وشكلها الثالثة ثابتة. بس ليه يصير حكيهم صدق؟ أوه، أنا خسرت ويا كوريا بالنهائي، بعدين خسرت ويا سوريا بالنهائي، أخاف هم الإمارات يغلبوني، يعني المرة الثالثة يضيع مني الكاس بآخر لعبة. لك لا، بس لا تصير صدق. لا لا لا، هذا الكاس لي، لازم اخذه، لازم اخذه. حكيم شاكر، يا رباه، يدخل إلى أرض الملعب، يقتحم أرض الملعب ويجري ناحية الكاس. يا الله، والله سريع، والله سريع. سريع سريع، يحاول، ما زال يحاول الآن المرور والملاحقة مستمرة. الآن يحصرونه، يلهب المدرجات. يا هي قمة غريبة في كل شيء.